وصفتي النهاردة من الأكلات المصرية القديمة جدا واللي كل أجدادنا عملوها وأمهاتنا. هتحبوها جدا جدا لأن أنا بحبها فوق الحب بكتير قوي. ناس كتير هتقولي يا مش مستاهلة يعني كل الحب ده. لا، أنا بحبها. لايك كتير للفيديو وكملوا معايا الفيديو للآخر، واللي يعرفها يكتب لي في الكومنتات أكلها فين ويعرفها ولا لا. أول حاجة بحضر حلة وبنزل فيها ب5 معالق كبار من الزيت. بكون مقطعة بصلة كبيرة كده على ايدي او في الكبة براحتك خالص، وبشوحها في البصل لحد ما تاخد اللون البني المحروق اللي انتوا شايفينه ده. بمعنى اصح ان البصلة تدخن معايا قوي كده. بعد كده بكون محضرة كيلو من الفول الاخضر، بفصصه واغسله واصفيه كويس قوي وهنزله على البصلة. هفضل اشوح فيه 2-3 بالشكل ده. ايوه، انا اللي بحب الفول الاخضر جدا جدا جدا. بعد كده بنزل بنص معلقة صغيرة من هريسة الشطة اللي عملناها مع بعض ونالت على اعجابكم كلكم. وبرضه هفضل اشوح بالطريقة القمر اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بكون محضرة طماطماية واحدة بس، عصراها في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت عايزة. عفوا. وبعد كده برضو بشوح كل الكلام الجميل ده مع بعض. بعد كده بنزل ب2 كبار من المية وهقلب بقى العظمة دي مع بعض واغطيها واسيبها تغلي مع بعض غلوتين كده. بعد كده بنزل بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة او مكعب مرقة صغير. بعد كده بنزل ب2 من الرز المصري غسلاه ومصفياه كويس قوي، وهقلب برضو كل الكلام الجميل ده مع بعض. وبعد كده هنزل بنص كوباية من المية بقى صغير لحد ما اغطي كمية الرز بحاجة بسيطة، واسيبه يتشرب عادي جدا زي ما اكنك بتعملي رز مصري عادي. بعد لما يتشرب هفتح عليه بقى كل 5 دقايق واقلبه بالشكل الجميل ده. بسيبه على النار 20 دقيقة فقط. كل 5 دقايق فيهم بفتح اقلبه بالشكل ده. شايفين مفلفل وجميل ازاي؟ وفعلا الرزاية مش لازقة في الرزاية ولا حاجة. يلا بقى بسرعة انزلوا في الكومنتات قولولي الوصفة دي اسمها ايه. انا مش هقول لكم لحد ما انتوا تكتبولي وتقولولي اكتر بلد مشهورة بالاكلة دي ايه. عندنا بقى هنا بنعمل جنبها بيض مسلوق وسلطة وبطاطس محمرة والبصل الأخضر، ويا سلام بقى لو عندك شوية مخلل كده، وهتاكلي أحلى أكلة عملتيها من إيديكي. تعالوا بقى نشوف الرز عامل ازاي. وبكده يكون وصفتنا انتهت، وإن شاء الله هتجربوها على طريقتي وهتعجبكم. باي باي.